يا صباح الفل. طبعا كابتن رضا عبد العال الهجاص دلوقتي ساب لعيبة الأهلي، ووقت ما يطبل لمحمد صلاح. دلوقتي هو بيطبل لمحمد صلاح، بيقول لك المنتخب المصري مليش شكل بدون أبو صلاح. يا كابتن رضا، محمد صلاح هو اللي رفض يلعب للمنتخب. يا كابتن رضا، محمد صلاح هو اللي رفض يلعب للمنتخب. محمد صلاح انت اما تطبله شكل اما يشوفك زي ما بشوف اتحاد الكرة بفلوس، شكل اما يبعت لك 5000 دولار كل شهر ولا حاجة. يا كابتن رضا، احنا صعدنا كاس عالم في روسيا وطلعنا في فضيحة بسبب تريزيجيه وضربة الجزاء اللي كان هيموت نفسه عشانها. الاعلام الفاسد الداعر بتاع مصر وانت واحد منهم فاشل. انا ما اعرف لكش اي تاريخ، والله العظيم اقسم بالله يا كابتن رضا انا ما اعرف لك اي تاريخ في الكرة المصرية اصلا. نسبوا كله لصلاح. ضربة الجزاء اللي شاطها انا كنت اتمنى ان هي تضيع عشان شيطها محمد صلاح، اقسم بالله انا كنت اتمنى ان هي تضيع عشان شيطها محمد صلاح. كابتن رضا، محمد صلاح ما يجيش المنتخب بقرار من اللي دايرين الكرة في مصر. محمد صلاح ان شاء الله يجود رباط صليبي يا كابتن رضا عشان ما يلعبش في المنتخب تاني. محمد صلاح عمره ما عمل حاجة لمنتخب مصر عشان انت تطلع على الهوا تقول المنتخب مليش شكل من غير ابو صلاح. ابو صلاح عمل ايه؟ حسام حسن بعت له استدعاء مرضيش يجي. طلع ابراهيم حسن قال لك لازم احنا نكشف عليه واحنا. طبعا جات لهم القرارات من فوق ان ما بطلتوش هتمشوا. طبعا دي ناس حلمها تدرب المنتخب فسكتوا ورجليهم فوق قفاهم. محمد صلاح ما عملش حاجه لمنتخب مصر يا كابتن رضا، وما تطبلش وما تزطش عشان هو شكله مديك فلوس. اما بعت لك كل شهر 5000 دولار ولا حاجه. طبعا وبالنسبة لصفقة محمد بن رمضان، طبعا والإشاعات اللي بتقول لك محمد بن رمضان خلص للنادي الأهلي والفيديو اللي انتشر بتاع الراجل اللي صاحبه ده ولا الحلاق بتاعه بيقول لك محمد بن رمضان قريبا في أحد الفرق المصرية في مصر. هو محمد بن رمضان الأهلي اتفاوض معاه بس مفيش مكان للأجانب، وهو موديست ماشي وهم يفاوضوا مهاجم أجنبي علشان محمد بن رمضان يجي النادي الأهلي. هيضحوا بأليو ديانج. وكابتن رضا الهجاص قال له محمد صلاح ما لعبش للمنتخب ومش هيلعب للمنتخب، ده بيلعب في ليفربول بس بيحقق ارقام قياسيه لنفسه مش لمنتخب بلده. محمد صلاح لو بيد انا مش هخليه يلعب في المنتخب تاني. صباح الفل ليك والشير ودعم القناه.